أيها الإخوة في الله، إن مكارم الأخلاق هي الدين كله، الدين كله خلق كريم. قال الله جل وعلا في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مات الشيخ. كانت هذه الجملة برقية حزن طوت أرجاء العالم الإسلامي صبيحة يوم الخميس 28 من المحرم من عام 1420 هجرية، الموافق 13 من مايو من عام 1999 ميلادية، بعد ذيوع نبأ وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. تشتتت أذهان الناس وجمدت الدهشة إيقاع الحياة، وغلب على حركة الشوارع ذهول مجلل بالحزن، فيما جسدت أصوات المؤذنين الألم بنبراتها الموجوعة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مات الشيخ فتلمس الناس بعضهم ينعون والدهم بعد أن فقدوا الصوت الذي كان يشحنهم بالأمل ويمدهم بالتفاؤل ويبصرهم في أمور دينهم ودنياهم. لذلك هرعوا في مشهد أثير يودعونه. اللي صار في الحرم شيء ما يمكن تصوره يعني إلا اللي حضر يعني. حتى كنا أبناءه ما استطعنا نشارك في حمل الجنازة من الآلاف وعشرات الآلاف من الناس اللي توافدوا على الحرم للمشاركة في تشييع جنازة سماحة الوالد. يعني حقيقي كانت أشياء ما توصف. ما توقعت أن بيصير اللي صار هذا. يعني أحسست أن فيه نبض عميق ينبضها المسلمون لما توفي الوالد، نبض غريب تجاه سماحة الوالد. يعني تبين في حركات لا شعورية منهم في التعامل مع الجنازة والتعامل مع تحركها من المسجد، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى المقبرة. كانت أشياء يعني ما يمكن وصفها حقيقي. كانت مشاعر يمكن اللي ممكن أقدر يعني أوصفها أن مشاعر ما كانوا يحسون بها، ومن خلال حركات لا شعورية منهم أدت إلى تدافع شديد في الحرم وخارج الحرم. في 12 من شهر ذي الحجة من عام 30 و300 وألف للهجرة، الموافق لعام 1910 ميلادية، كانت ولادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز في مدينة الرياض، في أسرة غلب على كثير من أبنائها طلب العلم. وكان القرآن الكريم هو النور الذي أضاء حياته، إذ حفظه عن ظهر قلب قبل أن يصل مرحلة البلوغ. ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار العلماء المختصين في علوم القرآن الكريم واللغة العربية، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، والشيخ محمد بن فارس وكيل بيت المال، والشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة وقد أخذ عنه علم التجويد. وأخيرا وليس آخرا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، الذي لازمه في حلقاته نحو من 10 سنين ما بين عامي 1347 و1357 للهجرة، حيث رشحه رحمه الله تعالى لتولي القضاء.
ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان، أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع نداء من ناداني، أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان. الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء. قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان، أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فاني؟ محبة الناس للشيخ ابن باز ميزته عن غيره من مجايليه وقدمته عليهم، وهو وإن تساوى مع بعضهم في الصلة أو تقدمه آخرون في هذا الجانب، إلا أن أحدا لم يكن يساور قامته الأبوية وحضوره الشخصي وتأثيره الحي، ما جعله أقرب لأن يكون مرجعا ثابتا للمسلمين جميعا، سواء في شؤونهم اليومية أو قضاياهم الخاصة أو في خلاف تياراتهم وجماعاتهم. عرفت أنا شخصيا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وطيب ثراه، فرأيت في سماحته الخلق القويم والأدب العالي واللسان الذي لا ينطق بكلمة سوء، وإنما كان إذا نقد إنسانا يلتزم بالعبارة الطيبة وبالنقد الخالص لوجه الله. كان يلتزم بالتقيد بأحكام القرآن الكريم وبأحكام السنة النبوية المطهرة، لا يحيد عنهما. وكان لسجل حياة الشيخ ابن باز الحافل الدور الأكبر في إجماع المسلمين على قبول فتاواه، فقد قضى قرابة 90 عاما في الدعوة والتعليم والإفتاء ومعايشة هموم الناس. ويكفي أن يختلف الناس في قضية من القضايا ويكتب فيها للشيخ، فإذا جاء الجواب انفض النزاع، وكما يقول المثل العربي قطعت جهيزة قول كل خطيب. وكمثال على مكانة الشيخ ومقامه في المغرب أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع لم يعرف إلا من خلال إحدى رسائل الشيخ التي وصلت إلى المغرب، وعمل الناس به وتعصبوا له، بالرغم من أنه مسألة اجتهادية مختلف فيها بين أهل العلم، مما يدل على أن رأي الشيخ له حرمة ومكانة خاصة في المغرب. كان رحمه الله من الذين أخلصوا في دينهم ووهبوا حياتهم للدعوة الإسلامية في تواضع جم وإخلاص لله رب العالمين، وكان له مدرسة